يا صباح الانوار على الزينة تحفة الفولا، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. نهاركم مبروك، ان شاء الله يفوت عليكم هذا النهار بالرزق والربح والاخبار السعيدة ان شاء الله يا رب العالمين. نبداو الفيديو تاعنا لنهار اليوم بالصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم ان شاء الله جبتكم بروتين تحفيزي، روتين النشاط والحيوية، طبعا مع وصفات لقهوة العصر، وصفات للعشاء، تكون سهلة سريعة واقتصادية مع همسة. ان شاء الله يا ربي نكون نفيدكم ولو بشي بسيط. ما تنساوش ديروا لي جيم الفيديو هكا بيطلع لاكبر عدد من المشاهدين. واللي دخلت معايا نقولها مرحبا بك عزيزتي، نورتيني وشرفتيني. ما تنسيش ديري لي جيم واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ينزل على القناة. ونبداو على بركة الله في فيديو نهار اليوم. طبعا نوضو الصباح نحلو كامل التواقي وننشرو الفراش تاعنا وتاع وليداتنا هكا بيت هو ويضربه الشمس. باليت كامل الشنابر تاعي، نفضت الغبره، من بعد جيت للكوزينه. انا الكوزينه نظفها في الليل البنات. كي نوض الصباح السما غير فناجيل ولا كيسان تاع القهوه نغسلهم، هذا مكان. هنايا بديت بالكوزينير. الروتين تاعي اليوم راح نبدا بتنظيف العميق للكوزينير او للفرن تاعي بهذا الخلطه السحريه اللي ما تتعبيش كامل. تحطيها تخليها 5 دقائق 10 دقائق وترجعي تحكي غير حكه بسيطه وراح يخرج لك. انا هنايا الكوزينير تاعي انحرقت لي من المطاجين، بس ما عنديش طابونه نطيب غير عليها المطلوع فطير اي حاجه نطيبها عليها، ما ولات تنحرق لي. ودوك نعطيكم تدبيره باه تستحفظوا على الكوزينير تاعكم. نبداو اول حاجه بالخلطه تاعنا وهي بزوج مكونات فقط. ونظفت الكوزينير تاعي ولا الفرن ولا الطابونه. درت جل العملاق ملعقه كبيره فقط، ودرت فورس اكسبريس يعني مشيت هذاك جل العملاق كامل في الكوزينير تاعي وين محروقه، ودرت عليه فورس اكسبريس رشيته وخليته مدة 5 دقائق 10 دقائق هكاك. رجعت ليه حكيته حكه بسيطة. واللي عندها انسدادات في تاع الغاز هذا كله، الفرن تاعها ما يشعلش مليح النار. تجيب بانغ وكامل تفوته في هذوك الحفر تاع التياوه تاع الغاز. ايوا تدبيره باه ما تنحرقلكش الكوزينيير وتستحفظي عليها، انك ديري لها ورق الالومنيوم. بصح لازم بشرط خياتي انكم تبعدوا على هذوك تاع الغاز، يعني عسي روحك انتي تبوشيهم، باسكو اذا بوشيتيهم راهي كارثه تصرالك. المهم نحيهم مليح. شوفي انا جبت خدمي وراني مفوته كامل في هذوك تاع الفرن وين تشعل النار، ونحي هذاك ورق الالومنيوم. وثاني على بالك تنقصي عليك تنظيف حاجة، يعني تنظيف يومي تاع الكوزينير تاعك. الا اذا توسخ لك الالومنيوم تاعك ولا طاح عليه الزيت يليق تبدليه، تمسحيها مسحه خفيفه فقط، يعني مش راح تدي لك الوقت. هذه هي، احنا دائما نحوسوا على التدابير اللي تخلينا ما نتعبوش دائما، يعني ما نظفوش ذيك الحاجه كل يوم نتعبوا معاها ونضيعوا الوقت معاها. انا عن نفسي ندير تدابير كيما هذو باه ندير وقت كبير نقعد فيه مع ولادي مع الزوج تاعي، نقعد نريح مع نفسي، يعني نعتني بنفسي بالجسم تاعي. راح نديرلكم روتينات صباحية وليلية، كيفية الاعتناء بالجسم، الاعتناء بالبشرة تاعك، يليق تخصي وقت لنفسك. هذه دايما ديريها في راسك، انك تخصي وقت لنفسك، تحتني بنفسك، تلبسي مليح، تحتني بالجسم تاعك بالبشرة تاعك بالشعر تاعك. ثاني خيتي العزيزة الراجل ثاني يبغي المرأة كي تكون الله الله مفحة، ياك انتي ما تبغيش يشوف البرة، معناها تاع برا ديريها انتي لداخل. هذيك شا عندها زيادة عليك اختي العزيزة؟ ما عندها والو زيادة عليك، كامل كيف كيف. برك هذيك معتنية بنفسها، الريحة الدنيا اللبسة الحطة وجه تاعها شباب. وانتي يا نهار كامل انتي في الكوزينة كي يجي الراجل ريحة البصل ريحة الثوم، تقعدي من بعد تقعدي معاه شوي من بعد تنوضي راكي مع شغل الدار راكي مع تربية الولاد. لا لا، لازم تنظمي الوقت تاعك هكا انتي ترتاحي نفسيا. انا مانيش مبازي زعما كي تعتني بنفسك على جال الراجل، لا، على جال روحك انتي. باسكو كي تعتني بنفسك روماركيها كي تغسلي وجهك بيا وديري ترطيب وتعتني بالجسم تاعك، ديري له تقشير ومن بعد تلبسي جبه الله الله وديري الريحه وتمشطي هذاك الشعر وتماكيي مكياج خفيف، على بالك المورال تاعك يطلع، تحسي النفسيه تاعك مرتاحه. وديري في بالك كي تكون النفسيه تاعك مرتاحه وتكوني سعيده، راح تخلي الدار تاعك اسعد بيت.
باسكو السيس تاع الدار شكون هي؟ المراه ماشي الراجل. باسكو كي تكون المراه مليحه نفسيتها مليحه يكون كاع صحاب الدار ملاح. روماركيها كي تكوني مقلقه وتكوني زعفانه وتكوني دايما كارهه حياتك، تلقاي كاع مالين الدار كارهين حياتهم. لا لا اختي، من بعد تقولي علاه راهم كارهين الدار وعلاه ما مش باغيين يدخلوا، تزيدي تقنطي وتزيدي تمرضي. انا نصيحتي ليك انك تقعدي مع نفسك وتخمي غايه في الوقت اللي راكي تضيعي فيه في حوايج بلا فايده، في هذاك الزكا، في هذاك الزعف، في هذاك. لا اختي، احتني بروحك، هي الاولويه. الاولاد تاعك، الزوج تاعك، دارك. قيلك من الناس، قيلك من هضرة الناس، قيسي كلش موراك. انا ما يهمني حتى واحد، انا تهمني راحتي اولا، ومن بعد تجي راحة ولادي وراحة الزوج تاعي. هادو اللي يهموني. طبعا الوالدين بالمرتبة الاولى، الوالدين هما الصح، ما ننساوهمش. وديري في بالك باللي دايما الدنيا فانية، ما ندو منها والو، ندو غير الافعال تاعنا وش درنا. هذا مكان يا اختي، نعيش حياتي بما يرضي الله، نسقم روحي، نتهلا في روحي، نتهلا في صحتي، وغاد ربي يتولى كلش، نخليها دايما على ربي، وربي يفرج علينا ويفرج على كل مؤمن ان شاء الله. كما راكم تشوفوا، شوفوا هنا جيت للحشا درت لهم كارانتيكا. شوفوا هذه الوصفه تاع الكارانتيكا، ديروها بواحد المكون راح تستغربوا تقولوا كيف دارت هذا المكون في الكارانتيكا. صدقوني تحسبي راكي تاكلي في اللحم، ماشي كارانتيكا خيمن تاع برا. درت نص شكاره تاع كارانتيكا كيما شتو، ولا حمص مطحون. زدت عليها طبعا ملعقه صغيره تاع الملح، وربع كاس تاع الزيت. مع الاول زدت لها نص لتر تاع الماء، بعدها خلطت غايه، من بعد زدت عليها النص الثاني تاع الماء. يعني درت لها لتر تاع الماء. ما تكثروش الماء، لازم تديروها مقادير مضبوطه باه تنجح معكم، ما تجيكمش ناشفه وما تجيكمش ميها. من بعد تخلوها تريح واحد الربع ساعة، نص ساعة، المهم ديروها بكري. ومن بعد جيت ليها خلط، زدت لها المكون اللي راح يعطي لها واحد البنة من غير الكمون. انا ما درتش الكمون، درت توابل تاع الدجاج. تخيلوا البنات، ما كاش عندي الكمون، درت توابل تاع الدجاج، جاتني واحد البنة، يا سلام. بنة هايلة. صدقوني جربوها وتشوفوا. قادر ما يكونش عندك ذاك المكون اللي استعمليه في الوصفة، ديري مكون واحد اخر يخرجك ما تتوقعيش النتيجة تاعه. من بعد شوفوا، شعلت الفرن قبل قاع بنص ساعة، خليته يسخن لي غاية. بعدها دخلتها في الرف الوسطاني تاع الفور تاعي، شعلت عليها من تحت. كي ولات الكرنتيكة تبقبق، شعلت عليها من الفوق. يعني ما تخلوهاش باه ما تجيكمش خضرة. كي تشوفوها تبقبق وتشوفوها نشفت من الاطراف، شعلوا عليها من الفوق. كي تديلكم ذيك التحميرة، طفوا عليها وخلوها في الفرن. خلوها يعني باه تجيكم كي تجيو تاكلوها تجيكم حامية. فهمتوني البنات؟ انا ما نبغيهاش تدلي هذيك الكحوليه من الفوق. وشوفوا طبعا درت هذيك القشره اللي تشوفوها برا. هنا راكم تشوفوا فيها جات طريه خفيفه علامه. هنا شوفوا تكلخت لي في الهريسه. كنت حسبتها هريسه، رفتها من الحانوت على اساس انها هريسه وهي طماطيش ذيك الصغيره. قولوا مزيه ما درتش في الخبز، ومن بعد درت كارانتيكا باسكو انا نبغي ناكلها كالساندويتش، ما نبغيش ناكلها هكا غير بشويه خبز وناكل. حتى قال لي ولدي هذه طماطيش. المهم خرجت بسلامه وكليناها هكاك وجات بنينه. وهذا هو البنات روتيننا لنهار اليوم، وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى انه كان روتين ممتع لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.